خرجت الخارجية الجزائرية مؤخراً عن صمتها عبر مصدر رسمي في محاولة يائسة لإقناع الرأي العام الدولي بأن حضورها لجلسات الحوار حول الصحراء المغربية بسفارة واشنطن في مدريد لا يتعدى صفة المراقب. ويأتي هذا التصريح في سياق محاولة قصر المرادية التملص من استحقاقات الحل السياسي والاختباء وراء مغالطة الطرف الثالث، وهو ما اصطدم بقراءة تحليلية دقيقة للدكتور عمرو الشرقاوي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الذي فكك هذه الرواية معتبراً إياها مغالطة قانونية تصطدم بجدار من الحقائق التاريخية والسياسية. وفي هذا الصدد حدد الدكتور الشرقاوي 10 أسباب قاطعة تنفي صفة المراقب وتثبت أن الجزائر هي المحرك والمهندس والمنفق الحقيقي لهذا النزاع المفتعل. نوردها كالتالي: المشاركة في الموائد المستديرة. حددت قرارات مجلس الأمن بدءاً من القرار 2440 الجزائر كطرف مدعو للمشاركة المباشرة والجلوس على نفس الطاولة، يناقض تماماً صفة المراقب البعيد. الاحتضان والسيادة. مخيمات تندوف تقع تحت السيادة الجزائرية، ولا توجد حركة في العالم تملك وزارات فوق تراب